أبو تريكة يوجه رسائل نارية للفيفا والاتحاد الأوروبي. إمام عاشور يطلب المشاركة في لقاء الأهلي ضد فاركو. بالأسماء، روبيرو يطيح بأربع لاعبين من تشكيل الأهلي أمام فاركو بالدوري بعد التعادل مع مودرن سبورت. علق الأسطورة المصرية محمد أبو تريكة في ظهوره الأول على قنوات بي إن سبورت في الاستوديو التحليلي لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في بطولة الدرع الخيرية. لم يفوت أبو تريكة الفرصة وقال: فيفا برئاسة إنفانتينو والاتحاد الأوروبي برئاسة شيفرين، متى ستقومان بإيقاف الاتحاد الصهيوني؟ يجب إيقاف كل شيء واتخاذ قرارات. وتابع: متى يحن الوقت لإيقاف الأندية الصهيونية أو تقوم بسحب ملف استضافة كأس العالم من أمريكا لأنهم يشاركون بالأسلحة في الإبادة الجماعية؟ يجب منع الأندية الصهيونية واللاعبين من المشاركة ونحن نشارك بصمتنا. إمام عاشور يعلن قرب عودته للمشاركة مع الأهلي في المباريات. أعلن نجم الأهلي إمام عاشور لاعب النادي الأهلي اقتراب عودته للمشاركة في المباريات بعد فترة غياب بسبب الإصابة، مؤكدا جاهزيته البدنية. ونقل الإعلام أحمد شوبير عبر إذاعة أون سبورت اف ام تصريحات إمام عاشور التي قال فيها: الحمد لله، أنا جاهز بدنيا 100%، وقد تكون هناك مفاجأة بوجودي في المباراة المقبلة وربنا ييسر الحال. وأضاف: الدكتور يفضل ألا أشارك في المباراة المقبلة، وإذا لم ألحق بها سأكون متواجدا في المباراة التي تليها. تعديلات على تشكيل الأهلي أمام فاركو في الدوري. استقر الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي على إجراء تعديلات في تشكيل الفريق خلال مواجهة فاركو المقرر إقامتها في 9 مساء الجمعة القادم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز. وقد يبدأ ريبيرو في المباراة المقبلة بالرباعي: محمد الشناوي، اليو ديانج، أشرف بن شرقي، كريم فؤاد، على حساب مصطفى شوبير، مجدي أفشة، تريزيجيه، محمد شكري. وفي النهاية ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل أخبار النادي الأهلي.